سلام، مرحبا بكم في قناة فكرة جديدة. اليوم إن شاء الله جيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي تقريبا جميع النساء تعانيوا منه، اللي هو فاش تيكونوا مرضين تراكب عليهم الشقال، المعان، الحوايج، الملابس، وبزاف ديال الحاجات تيتراكموا عليهم ملي تينوضوا من ديك المرضى بديك يومين ولا 3 ايام ديال الرواح ولا شي حاجه، تيحسوا براسهم باقي فيهم داك التعب وتيجيهم كلشي صعيب وتقلى باش يرجعوا كل حاجه لبلاصتها، وتلقاو كلشي معنا خرجوهم الوليدات من بلاكارات، كلشي جابدينو، كلشي طيبوا فيه. وكما هاد الحالات تشوفوا نتوما هنا عندي انا كنت مريضه هنا واحد قول يومين ولا شي نهار ونص تقريبا، ونط بزز مني باش نجمع الكوزينه وغادي نشارك معكم كيفاش درت ليها حتى تغلبت على هاد الشي وما شكل ليش واحد العائق اللي هو كبير بزاف. وبالنسبه للشقا ان شاء الله ملي الواحد يكون مريض يحاول نتي يريح راسو واحد شويه ويميك على الشقا ديك اليومين حتى يصيب صحيحتو ديك الساعه، وراه غادي ينوض الشقا راه ما تيمشيش ديما هو كاين كيف الصباح كيف العشيه. كي تكوني مريضه كيما مريضه راه ضروري هو تيكون يوميا، وما فيها باس الا كانوا وليدات ولا الزوج ولا شي حاجه يقدر يعاونكم شويه، يغسل لكم الماء بعدا على الاقل، ولا يديروا الحوايج يتصبنوا، ولا المهم يساعدكم في شي حاجه. اما بالنسبه كما نقولوا ملي غادي تنوضي نتيا من ديك اليومين اللي كنتي فيها عيانه، يمكن لك تستعني بواحد الكينه، هي اول حاجه بشي دوليبران ولا شي كينه ديال الالام باش تقدري بعدا توقفي على رجليك وتقدري تشقي دوك الشقيت وتكون نتيا مرتاحه، لانهم تيزكيو عليك بعدا شويه ديال الالام، تقدري تشقي كما نقولوا بخاطرك. وبالنسبه لهاد الكوزينه ديالي اللي وريت لكم انا وشاركتها معاكم، هضره الواقع ديالنا كلنا كمغاربه ولا كنساء فين ما مشيتي في العالم كله تقريبا عندهم نفس الروتين متقارب ونفس المشكل تلقاهم اللي كما نقولوا تنمرضوا ولا تتوقع شي حاجه ولا وتيتراكم علينا الشقاء. وغادي تستعلم طبيعه الحال بالدعاء ديال فاطمه بنت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي جات الأب ديالها اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي ليه، تشكي ليه زعما بما راه حتى هي عيات وعندها الشقة بزاف، تراكم عليها الشقة وما قدراتش. المهم جاها واحد العيا وبغات شي خادم، قالت ليه بغيت شي خادم راني عييت بالشقة. قال لي غادي ندلك على واحد الكلمات تقوليهم خير لك من خادم، هي أنك تحمدي الله 33 مرة، هي تقولي الحمد لله 33 مرة، وتسبحي تقولي سبحان الله 33 مرة، وتقولي الله أكبر 34 مرة. قال لي هذا الدعاء ديريه ملي تبغي تمشي للفراش ديالك باش تنعسي فيه، كما نقولوا في الوقت ديال النعاس ملي نمشيو لبلاصتنا ونحطوا راسنا على الوساده نبغي نعسو نقول هذاك الدعاء باش الله سبحانه وتعالى ييسر لينا. وسبحان الله تحسيني بحال شي حد عاونك، ديك الشقيه اللي كتكون هي راها واعره بحال الله تيسهلها لك، تحسي براسك دغيا دزتيها دغيا ساليتيها وبحال ما شقيتيش، نقولوا بالزربه بحال اني تعاونك بصح شي حد. سبحان الله هذيك راه بركه من الله سبحانه وتعالى. وصافي غادي تبداي الكوزينه ديالك كما نقولوا، مسحت غسلت ديك الشبيكه وغسلت تحتها ومسحته نقيته باش ملي نبدا نغسل الماعن ديالي نغسلهم في بلاصه نقيه. صافي درت انا تما التيد وجافيل، ضروري منهم من جافيل ديروا مع التيد، مع التيد ديال الاواني، هذاك سائل الاواني. هذاك سائل الاواني راني شاركته معكم في واحد الفيديو اللي تقريبا غيديكم 3 شهور ولا 4 شهور ولا اكثر. درت لي واحد الطريقه اللي زوينه ومجربه تنخدم بها دائما، قرعه وحده تتقسمي على شحال مره. المهم اللي بغى يعرفو يدخل لواحد الفيديو راه كاين راني حاطه ما بعيدش بزاف على هذا الفيديو تحته، تلقاوها سائل الاواني، مضاعفات سائل الاواني، تلقاو بالخضر هذاك اوني
وتقريبا راه دايرة لكم أنا غير واحد، صافي دخلوا لي وغادي تعرفوا الطريقة بالضبط وراه ناجحة وفعّالة ومجربة 100%. غير دخلوا للفيديو ما غاديش تندموا علاش دخلتوا ليه. ملي غتجربوها وردوا عليا في التعليق، حتى تجربوها مدة طويلة عاد ردوا عليا باش تشوفوا شحال ديال الوقت دا ليكم. حتى نتوما ديروه وجربوا نفس الطريقة وغتشوفوا شحال ديال الوقت دا ليكم، وشاركوا معايا داك الوقت في التعليق باش يستافدوا جميع البنات. لأننا حنا هاد القناة ما دايراش أنا غير على حسابي الربح منها ولا شي حاجة، بغيت حتى نعاون حتى السيدات اللي تيلقاو عائق في شي حاجة راه تتنفعك بعض الأفكار ولا بعض الوصفات راهم تينفعو تتبقى حتى صدقة جارية. راه كاينين شي حوايج نقدر نقدمهم لك أنا في القناة ديالي يقدروا يبانوا لك بساطين ولكن راهم في نفس الوقت مهمين، وفي نفس الوقت راهم عندهم واحد الفعالية تتحسي بها ملموسة تتبان ليك. تنتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ودابا كيما تتشوفوا راني تنغسل في الماعن ديالي بعد ما نظفت كيما قلت لكم الشبكة، مسحت تحتها، غسلت الماعن الأولين وراني ملي تنعمر ليا الشبكة تنجيب باش نمسحهم باش ينشفوا ليا باش نرجعهم دغيا لبلاصتهم وما يبقاوش تما شي تيتزاد على شي. صافي اللي غسلتها تتحمر الشبكة تنحاول نشفهم ونعلقهم في بلايصهم باش نتهنى منهم وتخوى ليا الكوزينة مزيان. صافي مشيت على هاد الطريقة، أنا تنغسل في نفس الوقت وأنا تنشف ملي تنعمر الشبيكة نشفهم نردهم في بليصاتهم وغادية بنفس الطريقة. وبالنسبة باش نقول لكم تاني شنو اللي تندير، الشي ملي تنوضوا من المرضى مثلا ما تنحاولوش نوضوا حنا الدار نخملوها ندير لها حتى نظيف عميق ولا نوض انا نصيبوا لهادي مثلا الدار موسخه ونهز انا داك بيت الكلاص ونتم نخمل فيه ولا لا. تنديروا ديك الساعه فاش تنوضوا داك النهار الاول نحاولوا نديروا غير الحاجات الضروريه. شنو هي بحالاش الضروريه؟ بحال مثلا الطواليت مثلا الا ما غسلتيهاش داك النهار ولا البارح مثلا ولا واحد اليومين سبقها هي الاولى لحقاش تولي فيها الريحه وتتوسخ، نضرب ليها واحد الغسله حتى هي غير من الفوق ما نحك ما والو بالتيد وجافيل باش تحيد منها الريحه والزفوريه. صافي تنقى بعد حتى اللي تخليها تخليها نقيه كما نقولوا تدويزه خفيفه. وندوزو تاني للحويجات لحقاش الولاد تيكونوا الصابون تا هو دار تلم ليك والوليدات تيبغيو يبدلوا وخصهم ولا كان البرد تيبغيو باش ينشفوا تياخذوا واحد الوقت باش ينشفوا. غادي تشدي دوك حويجات وطريحي فوق الكريسي حتى هما حتى تسيهم بيضين بوحدهم الملونين بوحدهم والكحلين بوحدهم وحطيهم في الماكينه ديالك وديريهم يتصبنوا. وانت في نفس الوقت راه غدوزي تشقي شقيات اخرين الحوايج راهم تيتصبنوا وديري واحد تشطيبه حتى هي على الدار خفيفه شطبيها من الفوق باش تحاولي تجمعي لها غير داكشي اللي مهم باش تبان شويه نقيه وصافي. اما داكشي الاخر ديال المسيح سميتو خليه حتى من بعد. صافي ودوزي تاني الكوزينه ديالك الا كان قريب وقت الغداء في الصباح من الاحسن لك تسبقي الغداء للوليدات هو الاول باش تليجا بعدا غادي يصيب الغداء ديالو موجود ما يبقاش الدراري حتى هما يديروا لك هذاك الضغط النفسي. تلقاي الغداء موجود يدخلوا تحطيه ليهم صافي تبقاي هانيه عاد دوزي لدوك المعينات وتجمعيهم حتى هما كلهم تقربيهم للافابو وتمسحي لك داك البوطاجي وتبدي تغسليه بشويه بشويه حتى تسالي المعينات ديالك كما قلنا انت تغسلي فين ما عمرت لك الشبكه نشفي وعلقي باش تخوى لك البوطاجي كامل. غادي يخوى لك البوطاجي وانتم غادي تشوفوا معايا فاش خويت البوطاجي ديالي غادي يولي تبارك الله نقي تيشعل. نتوما تشوفوا النتيجه في الاخر. بغيت نوريكم انا هاد الكوكوط اللي سولتني عليها واحد السيده في التعاليق قالت لي واش زوينه واش ما تتحركش واش صحيحه. هي اختي زوينه الكوكوط وثقيله بزاف ثقيله مزيان وزوينه والخدمه ديالها زوينه وبالاخص اللي عندهم داك الروماتويد لا روماتيزم راه ما تجيهمش صعيبه هي غير تتسد بسهوله ما تحتاجش بحال الكوكوط العاديه باش تبقاي تكرفي فيها تحتاج واحد القوه لا. وفيها حتى العبار من الداخل كل العبار بالليترات من الداخل باش تعرفي القياس اللي غادي ديري. ولكن ما تنصحكمش انكم تشريو هذه بغيتكم تشريو النوع العادي اللي عنده الغلاقه ديك العاديه ودوك اليدين العاديين باش هذا النوع الا خسرت لك من الفوق مثلا تبغى تسد تنظن ما كاينش البياس ديالها نظن ما كاينش باش تبدليه مازال بحال الكوكوط العاديه وتكون انوكس بحال هكا تقدري تتبدلي داكشي كلشي تبدل ديك الغليقه الفوق باش نسدوها. يمكن لك تبدلي داك
العصبة ديالها ولا الجوان لاش يقولوا ليه، العصبة يمكن لك حتى هي تبدليها بكل سهولة، واليدين حتى هما تبدليهم بكل سهولة متواجدين. المهم هذه هي النصيحة ديالي نقدر نقولها لكم، هي سهلة في الخدمة ولكنها راهي إلا تهرسوا لك هادوك ما تلقايش من شكون يصاوبهم ليك ولا من تجيبيهم. من الأحسن أنا تنفضل ديك اللي عندها كما قلنا اليد العادية ولا الغلقة العادية. وصافي الماعن باقي دايرة ليهم النوبة، حيت أنا غسلت غير بلاصة الشبكة في الأول، أما الجهة اللي هنا مور الكاميرا راه كانوا باقيين فيها الماعن مع كانوا الماعن بزاف، خليتهم تما باش ما يعمرش ليا لافابو، حتى تنغسل شي موراشي ندير ليهم النوبة، وتنبدا نحول في هادوك اللي باقيين فوق الطبلة ولا اللي هنا فوق البوطاجي، وتنحاول حتى هما نديرهم في لافابو ونبدا نغسل منها راهم تيرطابو التحتانيين، والفوقانيين راه تندوز عليهم مثلا نلحق التحتانيين حتى نصيب الآخرين تنصيبهم مور طابو. وحتى الدار ديالك ملي غتكون مزلعة غتاخدي واحد الشبيكة ودوري على الدار ديالك كلها، تجمعي لا حوايج كانوا طايحين بدلو الدراري وخلاوهم، لعاب اي حاجه جمعيها في واحد الشبكه، وهانتي ناضيه دوري على البيوتا كلهم وجمعي هذاك الشيء في الشبكه. الا كانوا الماعن غتجمعيهم بوحدهم وتمشي تحطيهم في لافابو، اما بالنسبه للحويجات واللعاب جمعيهم في ديك الشبيكه، عاد جيبي وريحي وبديت تستي فيهم اللي موسخين بوحدهم، ستي اللعاب بوحدهم حيدهم تا هما ديرهم بلاصه اللعاب، والحوايج الموسخين كما نقولوا مع الموسخين، واللي بانتك نقيه عاودي طويها ورديها للبلاكار وصافي هانتيا درتيها على الدار دوره خفيفه. ويمكن لك تعاودي من بعد ترجعي تنعسي الا كنتي باقا مريضه، يمكن لك ترجعي تنعسي، حيت حنا قلنا غنديرو غير دوره خفيفه على الدار، غير نقيو ليها داك الوجه داك الشوفه الاولى وصافي. اما بالنسبه للغبره ولا شي حاجه اخرى ولا حكان ولا حتى نخليها حتى نشد شويه راحتي، لان شوف الراحه هي الاولى. اما كيما قلنا الشقاء ما هو ديما كاين، ما عندوش هو الوقت وما عمره ما تيسالي وما عمره ما تيحيد. صافي كيما قلت لكم انا تنشف فيهم، تنحاول انا نستعمل هذا الثوب اللي شفتو عندي في يدي، حكا هذوك الفوطات هي كنت شاريهم باش نمسح بهم الموينات، ولكن تيجوني بحال غلاضين شي شويه ما تيدخلوش ليا بحال في الكيسان، تيشدوا ليا الوقت. تنخدم انا بهذا الثوب اللي تيكون رقيق بحال داك تنصاوبو به البيجامات، هذاك تيجيني رقيق حيت هو تيكون مصاوب من القطن قطني، دغيا تشرب لك هذاك الماء ورقيق في نفس الوقت، تيدوز على اي بلاصه تيدوز عليها. وصافي تما نشارك معكم بحال الغسيل ديال هذيك القرعه. بالنسبه للقراعي انا شندير لهم تنغسلهم تنحكهم وتنخشي فيهم ديك هذيك الحلفه ديال التي تنخشيها من الداخل باش يتغسلوا ليا مزيان، مثلا الا كان فيها شي عصير اولا شي حاجه تخشيها باش تكرطها من الداخل مزيان. اما الا درتي غير بالتيد وخل خطير ما تتغسلش مزيان، صافي باش لا كان فيها شي دسم شي عصير كما نقولوا شي حاجه لاصقه فيها، هذيك الطريقه تجي زوينه. من بعد راه غير تنخويها هكا تنبدا نجرها وتتخرج ليا راسها، تنجرها تيبدا يبان لي واحد شويه منها، تنخشي صبعي تنجرها وتيخرج صافي بكل سهوله، وتنشل القرعه ديالي من الداخل وهاني ناضيه. وبغيت نقول لكم ثاني شاركوا معايا شكون هي فيكم اللي باقا تستعمل بحال هاد الحلفه ديال الشبكه اللي تتباع بالطروفه، شفتوها عندي انا هذه احسن وحده، احسن من دوك البونجات من اي حاجه، اي حاجه اخرى مصنوعه تعجبني انا هذه تتجي زوينه وعمليه وتنقي الماعن مزيان خفيفه، المهم سهله في الخدمه بزاف وزوينه عمليه بزاف. وكما نقولوا تتنقي مزيان، تتنقي ماشي غير تدير الرغوه صافي وتتعاون حتى على الرغوه، هي تدير الرغوه حيت شبيكه تدير الرغوه، حيت كاين شي حويجات ما تيديروش لك الرغوه بالزربه، وحتى هي براسها فاش تقدم بزاف الا قدمت بالحق بزاف راك تتعاودي تلوحيها وتجيب وحده اخرى جديده اللي تقدر ترغوي لك بالزربه، وتتبقى هي الحل الوحيد والبديل والحل الارخص واللي في المتناول ديال الجميع، وفي نفس الوقت كما نقولوا عملي وفعال. صافي انا نمسح تاني الموينات، نبدا نمسح بوحده بوحده حتى نحيد تاني الموينات دياولي باش نردهم لبلاصتهم وهاني هانيه. كما تنقول لكم دائما في القناه ديالي تنحاولوا نقدموا شي حاجه اللي تكون كما نقولوا اقتصاديه في اي حاجه، لا في الوصفات ولا في الديكور ولا في بزاف ديال الحويجات، وفي نفس الوقت نديروا الحاجه اللي تكون تسهل علينا الحياه، تكون عمليه وفي نفس الوقت ما تكونش غاليه
وفي نفس الوقت ما تاخذش منا بزاف ديال الوقت، ونحاولوا كما نقولوا ما نصعبوش الحياة، ما نصعبوهاش، نحاولوا قد ما نبسطوها لا في الشقة ديالنا ولا في الطياب ديالنا، ما نبقاوش نديروا الحاجة اللي صعيبة بزاف. اولا نشري مثلا انا واحد الماعون اللي هو ما تيتنضفش بالزربه ولا بسرعه ولا دغيا تيتوسخ ليا، وانا نبقى ديما انا غير هذاك الماعون تنخدم فيه، نبقى غير هو ديما انا تنمسح فيه وتنقي فيه وهو ما تيبان فيه والو. لا، دائما فاش تبغيو تشريو اي حاجه حاولوا تشريو الحاجه اللي سهله في التنظيف، دغيا تنظف لكم، دغيا تقدروا تحركوها من بلاصتها، تتبان شويه عاطيه منظر زوين ما بيهاش، وتكون كما نقولوا في نفس الوقت خفيفه في الهزه، تكون خفيفه ما تكونش ثقيله، تكون سهله في الخدمه، على بغيت نخدم بها ما تكونش صعيبه ليا. باش تجيكم الحياة سهلة، سهلوها، بسطوا الحياة ديالكم قد ما تبسطوها، سهلوها باش ما تعقدوهاش على راسكم، وتبقى نتوما ديما ديك الدار مطلع عليكم الدم ناري، هذيك الحاجة ما باش تنقى ليا ناري، عييت ما ندير ليها هادي، ناري عييت ما ندير ليها هادي، وصافي. حاولوا كما نقولوا نبسطوا الحياة ديالنا من جميع الجوانب، لا في اللبس، لا في المعاناة، لا في الآتات، لا في كل شيء، حتى الوصفات نحاولوا نديروا الحويجات اللي تيتصاوبوا لينا بزاف ما تياخذوش بزاف ديال الوقت، وهكذا. وهذه هي الكوزينه راكم تشوفوا فيها بعد ما نقيتها كلهم، مسحت الماعن كلهم ورديتهم لبلاصتهم، وبقات تبارك الله تتشعل، والبوطاجي خوار ملي تيخوى ليك البوطاجي تيبان لك بحال هكا، راه ما نعاود لكمش على الراحه اللي تحسوا بها.